بص، اللي انت عايز تقوله قوله، بس في علاقة جميلة بين ربنا والاهلي، عشان ربنا بيخلي النادي الاهلي يصعد كاس العالم للاندية كل سنة ان كان خد البطولة ولا ما خدهاش. عندك 2020 الاهلي خد البطولة فصعد، 2021 الاهلي خد البطولة فصعد، 2022 الوداد خد البطولة الاهلي صعد. تفهمش ازاي كمركز تاني، بس في سلكان يا باشا. طبعا الوداد اللي خد البطولة، والدولة المستضيفة كانت المغرب، وعشان الوداد هو فريق في الدوري المغربي فالاهلي صعد معاه كمركز تاني. طب هتقف لغايه كده؟ لا، الاهلي ضمن اللي هو يشارك في كاس العالم للانديه 2025. ليه؟ طيب بعد قرار الفيفا اللي 2025 كاس العالم للانديه هيكون 32 فريق، واي فريق هياخد البطوله القاريه بتاعته من 2021 ل 2024 هو مشارك في كاس العالم للانديه. وفي 9 فرق ضمنوا خلاص اللي هم يلعبوا في كاس العالم للانديه 2025 ان كان خدوا البطوله، ان كان هياخدوا البطوله او لا. يعني 2023 اي فريق في دول خد البطوله او ما خدهمش، هقول لك انا ال9 فرق دول خد البطوله او ما خدهمش هيلعب في 2023 و 2024. هقول لك ال9 فرق، بس هقول لك بقى هي بتتقسم ازاي. ال 32 فريق هيطلعوا منين؟ عندك من اوروبا 12 فريق، وعندك 6 من امريكا الجنوبيه، واربعه من افريقيا، واربعه من اسيا، واربعه من امريكا الشماليه، وواحده من ايكونوسيا. انا مش عارف انا بقولها صح ولا لا، بس هي استراليا والدول المجاوره يعني، وواحده الدوله المستضيفه. دولت ال 32 فريق. طب ال9 بقى اللي ضمنوا اللي هم يلعبوا كاس العالم للانديه خدوا البطوله او ما خدوهمش، هم اللي خدوا البطولات القاريه بتاعت 2021 و2022. عندك الاهلي بطل افريقيا 2021، ريال مدريد 2022 بطل اوروبا، تشيلسي بطل اوروبا 2021، الهلال السعودي 2021 بطل اسيا، فلامينجو البرازيلي بطل امريكا الجنوبيه 2022، بالميراس البرازيلي بطل امريكا الجنوبيه 2021، الوداد بطل افريقيا 2022، سيال الامريكي بطل كونكاكاف 2022، مونتير المكسيكي بطل كونكاكاف 2021. دولت ال9 فرق اللي ضمنوا اللي هم هيلعبوا كاس العالم للانديه 2025 ان كان خدوا البطوله او ما خدهاش في السنين الجايه. وانا بقول لك يعني بشكل الاهلي والزمالك بالشكل ده، يعني يا رب بس نصعد من دور المجموعات. بس رغم ان في بقى حاجات حلوه والاهلي بيشارك في كاس العالم للانديه، في غرامات هتطبق على النادي الاهلي بسبب احداث الشغب والحاجات اللي حصلت في كاس العالم اللي فات في المغرب. عندك 70 ألف فرنك سويسري، دي بطاقات صفراء. أي لعيب خد بطاقة صفراء في النادي الأهلي كانت بفلوس. 20 ألف فرنك سويسري دي حالة الطرد في مباراة فلامينجو. 38 ألف فرنك سويسري دي بسبب الجماهير عملت أشعلت الشماريخ. عندك 7000 ونص ألف فرنك سويسري دي بسبب استخدام الليزر. عندك 1000 فرنك سويسري بسبب عدم احترام الجمهور لقواعد البطولة. بس أنا بقول لك غرامات كتير وبتاع، بس أنا لو هدفع فلوس يعني كنادي الزمالك أو أي نادي يعني هيدفع فلوس عشان يشارك في البطولة زي دي. بطولة طبعا بتضم افضل فرق في العالم، ففي دول ممكن فرق تدفع فلوس عشان تلعب في بطولة زي دي يعني. نتمنى بقى يعني بعد 32 فريق في كأس العالم 25 ان نشوف بقى يعني الاهلي بقى وكده كده بيشارك. اتمنى اشوف الزمالك والله، يعني تعبت والله يعني. مش عارف من ساعة ما اتعملت الزمالك ما عتبهاش. هي حظوظ والله. ولو انت لسه بتسمعني عايزك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.